السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة هنعرف ازاي نختار القلقاس اللي بيستوي بسرعة، وكمان هنعرف طريقة تخزينه بطريقة سهلة وبسيطة جدا. هنا لازما عشان نختار القلقاس الكويس اللي بيستوي بسرعة ويبقى قلبه كده من جوه ابيض، لازما يكون القلقاسية زي ما انتوا شايفين كده مدورة مش مطاولة. يعني انتوا شايفينها مدورة عاملة شوية شبه ايه الكورة، ما يكونش مطاولة، لان لو مطاولة ديت بتبقى ذكر، والذكر ما بتبقاش حلوة، ما بتستويش بسرعة. انما دي الانثى القلقاسية الانثى ديت هي ما بيقول عليها كده، بتبقى مدورة وما بتاخدش وقت خالص في السوا. يعني بتاع ايه اقل من 10 دقايق بتكون مستوية وطالعة من جوه جميلة. شايفين قد ايه هي وردي من جوه اهي. توريكوا شكلها بقى بعد ما تتقشر، بتبقى مدورة وجميلة جدا. ومن جوه مش عارفة، كنت بوري، كنت مفكرة يعني الكاميرا فوق كده. ساعات في التصوير ده الواحد اصلا يعني بينسى نفسه، يشوف الكاميرا يمين شمال بينسى التصوير. المهم شايفين لونها من جوه عامل ازاي وشكلها عامله ازاي. جيبوها الشكل دي سواء كبيره او صغيره، وانصحكم حلو الحجم ده قوي. يعني الكميه اللي كانت معايا دي حوالي 3 كيلو، اخترتهم حوالي 5 وحدات يعني. ولو حابين برضو انتوا تجيبوا حجم اكبر، لو مش متوفر عندكم الحجم ده جيبوا الاكبر بس تكون مدوره. بس انا بحب الحجم ده قوي، يعني بيبقى كويس كده وبتبقى زبده طالعه زبده معاه. هنا انا قشرته، وانا بقشره ما بلتوش ميه نهائي، يعني السكينه كانت ناشفه وايديا ناشفه. وهنا برضو بعد ما قشرته ما بلتوش ميه، جبت منديل ناشف ونضفت كده اي شوائب عليه. بس طول ما ايدينا ناشفه والسكينه ناشفه اسفه، مش هيبقى فيه اي وساخه خالص هتيجي على القلقاس من بره ولا رماد ولا حاجه. وطبعا قبل ما نقشر القلقاس هنكون نجيب قماشه عندنا وننضفه كويس، ونتاكد اللي هو نضيف مفيهوش اي شوائب او رماد او تراب. وانا كده بقطعه، يعني قشرته وقطعته من غير ما بل اي حاجه ميه نهائي، ممنوع الميه خالص. واقطعه بقى مكعبات كده، احنا بنحبه مكعبات عندنا. كل واحد طبعا يقطعه طبع الطريقة اللي هو متعود بها والطريقة اللي بيحبها. وتبع طبعا كل بلد لها طريقة في التقطيع، وكل مكان وكل بيت. يعني بصي الطريقة اللي انت تحبي تقطعي بها قطعيه. انا هنا بقى هقطعهم بقى كده مكعبات زي ما احنا بنحبها. بحبها مكعبات وسط كده، لا صغيرة ولا كبيرة. بحبها المكعبات الوسط دي بتبقى طالعة زبدة زبدة يا بنات. هقطعهم بقى بالطريقة ديت وارجع لكم تاني. اهم حاجة ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وكمان يا بنات تابعوني، وان شاء الله بتستفادوا كتير مني. وهنا بقى انا نقلتهم في سكين في صينية واسعة كده عشان اوريكم قد ايه هما لونهم وردي. يعني الكاميرا كانت ظلماهم خالص والاضاءة ظلماهم. لون القلقاس وردي لان ده القلقاس اختيار الصح. يعني انا مامتي معلماني اما اجي اختار القلقاس اختاره المدور. مره جبت المطول دوت يا اجركم الله، قعدت 3 ساعات على البوتاجاز ما استواش. انما ده بجد حرفيا ما بياخدش غير 10 دقايق. بطلعه كده من الفريزر واحطه مصفى وعصر ليمونه على القلقاس وادعكه كويس كده بملح ليمون بملح بالميه لحد ما ينزل المزلقه بتاعته. وبعدين اقوم جاي حاطه في قلب التخديعه، او اللي بيحبه بالطماطم يحب يعمله، واللي بيحبه بالخضره يعمله. انا بقى كده خلاص هقطع الكميه اللي قدامي دي كلها بنفس الطريقه، وبعدين هرجع لكم تاني.
وهنا كده خلاص كنت قطعت الكمية اللي عندي. انا لما باجي اخزن القلقاس عذرا. ما باجي اخزن القلقاس ما بجيبش كمية كبيرة، يعني حتى بجيب على قدي، اصل هو بيبقى متوفر في طول الشتاء وسعره كويس. فانا بجيب مرة 3 مرة 4 مرة 2 على قد كده، علشان ايه ما كركبش الدنيا عليا. وبعدين الحاجات ديت بتاخد وقت طبعا، واي حد عنده مسؤولية فهيجيب حاجة بحاجة كده على قده. وهنا خلاص كده كنت عملتهم انا من غير ما بلتوش مية، قطعته وكيسته زي ما انتوا شايفين كده في اكياس التلاجة، وطلعت منها الهواء واحطها على قد الاكل، على قد ما انا بستهلك. اللي حابب يحط كمية يحط، اللي حابب يحط حبة صغيرين، كل واحد على قد ايه ما عارف هيستهلك ايه في اليوم. وهنا كنت خلاص كده فرستهم وحطيتهم في اكياس. واهم حاجة زي ما قلتلكوا يا بنات، ما بلاش تبلي ايديكي مية خالص، ولا السكينة، وقشرها على الناشف، وامسحها بالمناديل بعد ما تقشريها وقبل ما تقطعيها. يعني بعد ما تقشرها كده تقومي جايبة منديل ناشف او قطعة قماشة بيضة قطن ناشفة، تمسكي القلقاسية تمسحها تخليها مفيهاش ولا عفراية. وبعد كده يا حبيبتي انتوا هي تقومي جايه مقطعينها وبالمكعبات، الطريقة التقطيع اللي انت تحبيها. وهو زي ما انتوا شايفين لونه جميل جدا بجد، الكاميرا ظلماه. القلقاس اللي هو المدور ده يا بنات بيبقى خطير، بيستوي بسرعة، ولونه كده تحس اللي هو تحفة ما شاء الله. شايفين اللون؟ انا بحاول ايه اقرب الكاميرا شوية عشان اوريكم اللون، بس بجد كان الكاميرا ظالمة اللون جدا معايا. وزي ما قلتلكوا تقطعوه ناشف وبعدين تكيسوه، وايديكوا برضو ناشفة مش مبلولة، يعني اغسلوها وعقموها طيب تمام بعد ما قطعنا. وهتروحي تغسلي ايدك وتنشفيها جامد، ما تخليش فيها ولا نقطة مية، وبعد كده تعباها في اكياس. تمام. وحابة برضو اقولكوا قبل ما اقفل شكل القلقاسية عامل ازاي، مدورة زي ما انتوا شايفين، ما فيهاش اي طول، مدورة كده. شايفين شكلها عامل ازاي؟ واخدين بالكم يا بنات؟ هو ده القلقاس. لا انا بقول لكم الطويل لا. شايفين شكلها عامل ازاي؟ مدوره. هي بنات بجد في ناس كتيرة كانوا بيشتكولي من حكاية ان القلقاس ما بيستويش. فده من سبب اختيارك لنوع القلقاسية اللي انت بتجيبيها. تمام. اذا كانت انثى فهي هتطلع معاكي جميلة. وهم بيقولوا كده، الناس بتوع زمان كانوا يقولولك القلقاسية الأنثى يعني بتطلع جميلة وبتستوي بسرعة، انما اللي هي الذكر بتاخد وقت جدا طويل جدا على البوتاجاز. شايفين لونها ورد وعامل ازاي؟ بجد يا بنات جربوا تجيبوا القلقاس المدور ده وهتدعولي. ما تجيبوش المطاول ده لو ببلاش، بجد بيقعد كتير على البوتاجاز، وكمان بتحس اللي هو طعمه قاسي كده، حتى لو قعد كتير ما بيبقاش طعمه كويس. انما ده بجد بيطلع زبدة زبدة كده، يعني بتدوب في البق. شايفين؟ طريقة تقشيره سهلة جدا. جيبوا الحجم اللي انا جايباه ده كان تحفة الصراحة، ما بجيبش الا الحجم ده، ما بحبش اجيب الحجم الاصغر ولا الاكبر، الحاجة الوسط حلو. اهوت يا بنات. وهقشره بالطريقة دي. شايفين لونه عامل ازاي؟ اهي بوريكم بعد ما قشرتها نضيفة فل عشان ايدي ناشفة، وعشان قبل ما اقطع القلقاسية كنت منضفاها. والسلام عليكم ورحمة الله.